مصطفى توبة متخصصة في تنشئة الأطفال وازاي نفهم أطفالنا بشكل صح وازاي نتعامل معاهم بشكل أفضل مش بس نحكم عليهم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن موضوع بيقلق أي أب وأم بخصوص أطفالهم، هو تأخر الكلام عند الأطفال. وقلنا إن في أسباب تكاد تكون طبيعية وبسيطة وأسباب ممكن تكون كبيرة شوية. وقلنا إن في علامات خطر لو ظهرت عند طفلنا لازم نروح لدكتور تخاطب. وقلنا إن في نصائح كمان عملية تعملها كل أم في البيت تساعدها إن الطفل يتكلم أسرع. وكمان قلنا ان في تمارين عملناها ان تعملها الام كل يوم 10 دقايق بس، هتساعد ان الطفل يتكلم احسن ويتفاعل مع المجتمع اسرع. تمام. انا مش ملاحظة ان ابني بيتحسن، ايه العلامات اللي تظهر اللي اقول فعلا ان ابني بدأ يتحسن؟ في علامات صغيرة جدا ممكن تكون انت مش واخدة بالك منها، بس هي لو ظهرت اعرفي ان انت ماشية في الطريق الصح. التحسن مش بيجي على طول، ما بيظهرش الكلام على طول، بيجي خطوة خطوة. ركزي في التفاصيل الصغيرة هتعرفي ان انتي في الطريق الصح. اي تغير بسيط عند الطفل بيساوي خطوة لقدام، حتى لو ما بيقولش كلمة واضحة او جملة واضحة. ازاي يعني؟ بقى يركز معاكي، انتي مثلا بتحكي له قصة هتلاقيه قاعد بينتبه لك، بيتابعك، بيبصلك، بيسمعك. بدأ يبقى فيه تفاعل بينك وبينه. دي اول خطوة ممكن انت ما تاخديش بالك منها، بس انت لو خدتي بالك منها هتلاقيه هو بدأ يتحسن فعلا. تاني خطوة بيحاول يقلدك. ازاي يعني؟ لو بتعملي تمرين الصبح ممكن تلاقيه بيقلدك، بيقلد الحركات اللي انت بتعمليها. تيجي تقولي مثلا بابا بيعمل ازاي، ممكن يقولك صوت هو بيعمله باباه، بيلعب معاه بصوت مثلا هتلاقيه يقولهولك. العربية بتعمل ازاي هيقولك الصوت، بيقلد. ده اول طريقة كلام عند الاطفال. بقى يطلب او يشاور الحاجه اللي هو على الحاجه اللي هو عاوزها. ازاي يعني؟ الاول كان لما بيطلب مثلا عايز ياكل او يشرب تلاقيه بيعيط، عايز لعبه تلاقيه بيعيط ويصرخ لك، وانتي طبعا جايلك انهيار من كتر ان طول النهار بيعيط ويصرخ وانتي مش فاهمه هو عايز ايه. بدأ يشاور على الحاجه اللي هو عاوزها ويطلبها منك حتى لو بكلمه بسيطه جدا ومش واضحه، احسن من ان هو يسكت. ده بقى فيه تواصل وتفاعل حقيقي فعلا معاكي. بيصدر اصوات اكتر. ازاي؟ مثلا تقولي له القطه بتعمل ازاي تلاقيه بيقول لك صوت القطه، صوت الكلب، صوت الاسد، صوت العربيه. دي بدايات النطق. استجابه ليكي. ازاي يعني؟ لما اجي اناديه عليه تيجي تكلميه تلاقيه جاي يجري، حتى لو هو في اوضه تانية هو بيلعب في حاجه مثلا تكلميه تلاقيه بيبصلك بينتبهلك. كده بدأ يتحسن. لو مفيش اي تغير ظهر عليه من الحاجات اللي احنا قلناها، بعد ما انت تعملي اللي احنا قلنا عليه في الفيديو اللي فات لمدة على الأقل 10 أيام أو أسبوع على أقل حاجة، لو ملاحظتيش أي تحسن ملحوظ يا ريت تتجهي لدكتور تخاطب يعالج المشكلة عنده، ويا ريت يبقى بدري. التحسن بيجي خطوة خطوة، ما بيجيش فجأة. انت السبب بعد ربنا ان هو يكون ليه خطوة لقدامي، ان هو يطلع خطوة لقدام، ان في خطوة لقدام تحصل له. قولولي في الكومنت طفلك بدأ يعمل ايه من العلامات دي وبدأ تظهر عليه ازاي. ومتنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد وتفعلي زر الجرس.